السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في قناة تفانين منوعة. وقبل ما أبدأ الحلقة بتاعتنا يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة وعجبه محتوى القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصل له كل جديد. نسمي الله كده ونبدأ الدرس الثالث في التعليم شغل الخرز. النهاردة إن شاء الله هشتغل معاكم الغرزة الرباعية المقلوبة. في رباعية العادية أنا كنت عملتها في الدرس اللي فات التاني، ودي رباعية المقلوبة. الرباعية المقلوبة دي بنستخدمها في الشنط في المفارش. الطريقة اللي أنا هعمل بيها دي يعني هوريها لكم دلوقتي. أنا كنت مستخدماها قبل كده برضو في عمل شنطة زي اللي هتطلع في الصورة دي كده. الشنطة دي كانت من غرزة الرباعية المقلوبة، وبرضو المفرش ده من الغرزة الرباعية المقلوبة. النهاردة هعلمكم ازاي نشتغلها، وهنعمل كمان كوستر للأكواب للأطباق بالغرزة الرباعية المقلوبة. هناخد 4 خرزات اهو. خدنا 4 خرزات. طبعا الرباعية المقلوبة دي بتشتغل بطرف واحد، وبرضو الرباعية العادية ممكن تشتغليها بطرف واحد. هبقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو بطرف واحد. هنا كده هنستخدم 4 خرزات زي ما قلنا، وهنربط. تربطي ربطتين والشكل ده كده، وبعدين ممكن تستخدمي إبرة، ممكن تستخدمي إيدك، ما فيهاش أي مشكلة. بعدين هنمرر الإبرة في الخرزة دي كده، بس مش همرر العقدة عشان ما تضايقنيش وانا بشتغل، عشان همرر فيها تاني الإبرة. واحط 3 خرزات، 3 من اللون الأبيض. طبعا التصميم ده بقى راجع كده بالشكل ده. هنحط 3 خرزات وهمررها تاني في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط كده. بعد كده هتشدي الخيط عشان تدخلي العقدة في نص الخرزة بالشكل ده كده. العقدة اهي دخلت اهو. بعد كده خلاص هنمرر في الخرزة اللي بعديها بالشكل ده كده، وهتحطي برضو 3 خرزات زي ما قلت. الغرزة دي يعني الرباعية المقلوبة دي بنشتغلها من نص المفرش او نص الشنطة، او يعني بتبدأ من النص مش من الاول. يعني الغرزة الرباعية المقلوبة في المفارش وفي حاجات تانية تشتغليها بسطور عادية من الأول. تمام بالشكل ده كده. هنعمل بقى؟ كل خرزة هتشتغلي عليها 3 خرزات. تمام، كل خرزة يعني هتشتغلي 3 خرزات منفصلين. مش هتوصلي ما بين زي ما انتم شايفين كده اهو. 3 دول منفصلين عن دول. هتمرري كده، وبرضو هنعمل برضو في دي نفس الحكاية ونحط فيها 3 خرزات. هنمرر برضو نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط بالشكل ده كده. طبعا الطرف ده بتمرريه بقى في خرزتين 3 وخلاص احنا رابطين وخلاص، وبتقطعي الجزء الباقي بالشكل ده كده. بعد كده بقى هنعمل كده. احنا زي ما قلنا اشتغلنا على كل خرزة منفصلة. بعد كده بتقلبي الشغل وبتجيبي الخيط ناحيتك كده، وتمرري الإبرة في الخرزة اللي هي ناحيتك بالشكل ده كده. وهنبدأ نحط خرزتين بالشكل ده كده، وارجع امرر الإبرة في نفس الخرزتين دول كده، نفس الخرزتين دول كده. واجي في الخرزة اللي هي في الكورنر دي احط فيها 3 خرزات، احط فيها 3 كده. وتمرري برضو الإبرة تاني فيها في نفس
الخرزة اللي طالع منها الخيط. بعد كده بقى هتشتغلي في الخرزتين دول زي ما اشتغلنا في الخرزتين دول، هتشتغلي فيهم تاني. هتحطي برضو خرزتين بالشكل ده كده. يبقى انت كده في اول دور، طبعا هي اما بتكبر معاكي هتبان اكتر. اول دور كده بتشتغلي خرزتين هنا و3 خرزات في الكورنر. هي الشغل كله هيبقى عادي خرزتين بس، في كل كورنر بتبني عليهم 3 خرزات زي ما شفتي كده اهو. هناخد 3 ونبني عليها كده، ونمرر في الخرزتين اللي بعد كده اهو، وتمرري في الخرزتين اللي بعد كده، وتحطي برضو ايه 3 في هنحط هنا طبعا 2 ونمرر فيهم تاني، و3 في الكورنر، 2 3 في الكورنر لغايه ما نخلص السطر. زي ما انتم شايفين خلصنا السطر بقى بالشكل ده. زي ما قلت بتلفي الشغل وبتخلي الخيط كده ناحيتك وتشتغل. هتمرري الإبرة، هنمررها كمان عشان هنشتغل على الخرزة اللي في الكورنر. ما ينفعش تشتغلي على الخرزتين دول، لا احنا بنشتغل على خرزتين واللي في الكورنر دي بتشتغلي عليها لوحديها بس بالشكل ده كده. وهنحط 3 خرزات، 3 كده، وتمرري تاني الإبرة في نفس الخرزة اللي طالع منها الخيط. بعد كده زي ما قلت هنشتغل بقى ايه في خرزتين. انه خرزتين اللي هما منفصلين كده عن بعض، هتشتغلي فيهم تمرري فيهم الخيط كده، وبعدين نحط خرزتين بالشكل ده، ترجعي تمرري فيهم تاني. هي سهلة جدا لان السطور مكملة بعضيها، مفيش حاجة بقى ناقصة بترجعي تزودي او تنقصي او ترجعي، لا هي كده ايه عبارة عن مربع، وبتقعدي تلفي بيه الخرز على حسب الباترون بقى بتاعك والرسمة والالوان. كده برضو مررنا في خرزتين، هنحط خرزتين. زي ما قلت انت بتشتغلي في الخرزتين اللي هم منفصلين عن بعض كده. هنمرر اهي الابرة فيها اهو، وبعدين هنمرر في اللي هي لوحديها، وهنحط فيها ايه 3 خرزات بالشكل ده كده. بتبني بقى ايه على حسب الرسمة، على حسب المقاس اللي انت عاوزاه، انك انت بتلفي وبتحطي خرزتين كده. دول خرزتين 3، هي في الكورنر 3 وكل واحدة 2، بتشتغلي في الخرزتين المنفصلتين. دلوقتي انا الخيط خلاص بيخلص معايا كده. هنتعلم ازاي نربطه وكمان نحط خيط جديد. فدلوقتي اهو طالع معايا مطرح ما عملت الخرزتين دول، فهتمرريه كده في الخرزة دي كده اهي، وبعدين اربطي من جوه عشان خاطر وانتي بتشتغلي تاني ما يضايقكيش يعني العقدة. فانتي ما تربطي من جوه كده خلاص مفيش عقدة معاكي، وتوهي الخيط جوه وخلاص بالشكل ده كده. توهيه بقى كده كام خرزة بالشكل ده كده، خرزتين 3 وخلاص، وتقطعي ايه الخيط اللي باقي. هنيجي بقى هنا هنشتغل الخرزة دي، احنا عايزين يطلع منها الخيط عشان هنشتغل في الخرزتين دول تمام. فهتيجي هنا اهو هتمرري الخيط الجديد وتربطيه بالشكل ده كده، تربطي ربطة والتانية، والطرف التاني هنمرره في الخرزة اللي هو يبقى طالع منها الخيط عشان نشتغل.
بالشكل ده. تحاولي تشدي كده جامد الخيط عشان العقدة تخش جوه الخرزة، والخيط ده هتمرريه بقى في الخرز التاني، والخيط ده بقى ايه اللي هنشتغل بيه. هنمرر بقى ايه الخيط بتاعنا في الخرزتين اللي هنشتغل عليهم اهو كده، ونحط خرزتين تانيين. بتكملي بقى شغلك كده، انت ايه وصلتي الخيط الجديد وربطتي الخيط القديم بالشكل ده كده. بنكمل الشغل بتاعنا اهو. طبعا بنمرر هنا ونحط 3 خرزات، وبعدين خرزتين خرزتين زي ما احنا ايه شغالين. بعد كده ادي خلصت دول السطرين باللون الاحمر. طبعا زي ما قلت على حسب التصميم اللي انت مصمماه بتمشي. وبرده عندك بقى بواقي خرز او كده بتبقى تنفع قوي في الكوسترات، على اساس ان هي ما بتاخدش ايه خرز كتير. تمام. هنقلب الشغل بتاعنا وتخلي الخيط ناحيتك كده، وهنمررها في الخرزة دي كده. احنا كنا في الكام سطر اللي فاتوا دول كنا بنشتغل في كل كورنر اللي هو ده كده، كنا بنشتغل 3 خرزات. لا انا مش هشتغل بقى الكورنر ده، مش هشتغل فيهم الاربعه دول، مش هشتغل فيهم. همرر الخرزه دي كده، وهاجي في الخرزتين دول اللي هم المنفصلتين دول كده وهشتغل فيهم. يبقى انا مش هشتغل في، مش هبدأ السطر او يعني مش هشتغل في السطر ده في ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي، مش هشتغل فيهم في السطر ده. تمام. واحط كده 2 اللون الابيض برضو نفس الحكاية. هاخد الخرزتين اللي بعد كده واحط 2 ابيض. اديني كده خلصت السطر. زي ما قلت انا اللي هي في الكورنر دي مش هشتغل فيها، فهمرر كده الابرة فيها، هسيبها مش هشتغل، وهشتغل في الخرزتين اللي بعد كده زي ما قلنا ايه منفصلتين اهم. انتي بتشتغلي على الخرزتين المنفصلتين بالشكل ده كده، واحط برضو 2 ابيض. وبنكمل بقى ايه السطر كله بالشكل ده. الخرزه اللي في الكورنر ما تشتغليش فيها، تمرري فيها الابره وخلاص، وتشتغلي في اللي بعد كده. خلصت السطر بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. خلاص انا بقى مش همرر في دي لاني انا اشتغلت السطر كله. هعمل ايه بقى؟ هقلب الشغل كده وامرر الخرزه دي. طبعا الخرزه دي واللي جنبيها دول فيهم ما بينهم خيط زي ما انتم شايفين كده، فانا مش هشتغل فيهم هما الاتنين، لا انا هشتغل في ما بينهم فاضي كده. هشتغل في الخرزه دي والخرزه دي كده اهو. همرر فيها الخيط بالشكل ده كده. تمام. وهرجع احط خرزتين بالشكل ده كده، همررهم تاني في نفس ايه الخرزتين اللي طالع منهم الخيط اللي هشتغل عليهم اللي هما المنفصلين بالشكل ده كده. طبعا كده احنا دي بننقص فيها، ما بنشتغلش في دي، وبنطلع في الاتنين اللي بعدين كده. انا خلصت ايه اول جنب كده نقصت فيه. طبعا ما اشتغلتش هنا ومش هشتغل هنا. تمام. ممكن بقى انتي تكملي كل جنب لوحده خيط منفصل، وممكن ايه تلفي الخيط زي ما انتي حابه. فانا هنا معايا الخيط كبير، فانا ايه هلفه كده بحيث يطلع لي من الخرزايه يعني يا دي يا دي بالشكل ده كده. وارجع مررة هنا. طبعا انا شلت الابرة عشان ما تضايقنيش، بتبقى صعب وهي بتخش تاني في الخرز وكده. ايه هنمرر بقى هنا. طبعا قلنا دي مش هنشتغل فيها، هنشتغل في الاتنين المنفصلين اللي هم دول. دي هنسيبها عشان احنا كده بننقص بالشكل ده كده.
ونبدأ نحط 2 تانيين. وبرضه هنمررهم في نفس الخراستين. يعني هي غرزة سهلة جدا، فكرتها حلوة. بالإبرة تشغليها بإيدك، ما فيهاش أي بقى عقد ولا إيدك توجعك ولا كلام من ده. وبنكمل السطر نفس الحكاية. كده خلصت السطر بالشكل ده كده. ايه رأيكم فيه كده؟ هنقلب الشغل كده اهو، برضو الخيط يبقى ناحيتنا. هنمرر الخرزة دي، انا بنقص كده، بنقص، يبقى الخرزة دي مش هشتغل فيها، وكمان مش هينفع اشتغل فيها عشان في خيط ما بين الاتنين. لا، انا هشتغل في الخرزتين اللي بعديها اللي هما منفصلين. نحط برضو 2 ابيض بالظبط زي ما عملنا السطر اللي فات. نقصت وبشتغل في الخرزتين اللي هما منفصلتين كده. كده هتحطي برضو 2. وزي ما قلت، يا تكملي وتعملي كل واحدة منفصلة بالخيط، يا اما تمرري الخيط. هنمرره اهو. ماشي معانا حلو اهو كده. وبعدين نمرر هنا. هنشيل الابرة بقى عشان نعرف نمرر كده اهي. هنوصله لفين؟ هنطلعه للخرزة اللي فوق عشان نشتغل السطر وكده. نمرر في الخرزة دي برضو اهي. ونمرر بقى هنا كده. بدأنا للسطر اللي هنشتغل فيه. زي ما قلت، اول خرزة مش هنشتغل فيها عشان بننقص، هنشتغل في الخرزتين المنفصلتين التانيين اللي جنبيهم، ونحط خرزتين وهكذا، ونكمل السطر كده. زي ما انتم شايفين خلصت السطر بقى بالشكل ده كده. ايه رأيكم في شكله؟ برضو شكله جميل جدا. وحاسه لو هو هيكبر معاكي فهو ممكن ينفع برضو للصواني، ان تبقى عايزه حاجه عريضه شويه تحتيها، وطبعا ده مش موصل للحراره، فبيبقى عملي جدا. بعد كده زي ما قلت لكم، ادي اهو هنقلب الشغل كده ونوصل او نمرر الخيط في الخرزه دي. طبعا قلنا مش هنشتغل فيها، وقلنا احنا بننقص، هنشتغل في الخرزتين دول بس. هنحط 2 من اللون الابيض بالشكل ده كده. وبعدين هنمرر الخيط بتاعنا كده كده لغاية ما نوصل برضو للخرزة دي، ونشتغل هنا خرزتين، هنا 2، هنا 2 كده. الشكل النهائي بتاع الكوستر. اتمنى يا رب يعجبكم. طبعا هنا انا مستخدمة فيه خيط صيد مقاس 50، خيط صيد مقاس 50. واستخدمت الخرز المط مقاس 8 لونين. وزنه كله 40 جرام. ده ممكن تشتغليه بالغرزة الرباعية. لو طلعتي كده هتشتغليه بالغرزة الرباعية، بس انا شايفة الغرزة دي اسهل، لان ايه، مش هترتبي الوان او تلخبطي، لا، لف لف ماشية لف 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 كده. اتمنى يا رب يعجبكم. مستنية تعليقاتكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.